بحبك يا بلادي بحبك يا بلادي مع شريف المصري. مساء الخير عليكم جميعا. الحقيقة النهاردة الحلقة بتاعتنا هي حلقة مهمة بخصوص الأحداث اللي حصلت ومزرعة الموت اللي احنا دلوقتي بقى هو ده حديث الساعة. الحقيقة احنا لو يعني اتكلمنا عن الموضوع ده باختصار كده شديد شوية، اذا هما مسكوا دلوقتي مزرعة واحدة يبقى بنتكلم ان احنا على الاقل يعني عندنا 50 مزرعة تانية. يعني لو هما مسكوا واحدة يبقى في 50 تانيين على الاقل. احنا معرفش حاجة عنهم. والحقيقة ده انا شايفه ان هو نتيجة يعني يعني زي بالظبط كده اما طلع الدكتور بتاع وزارة الصحة قال ان احنا اكتشفنا ان في مصنع لألبان الأطفال، لبن الأطفال موجود في مصر وبيصدر للدنمارك. فالراجل يعني المتحدث الرسمي كان بيقول لك يعني معذرة ان ما كناش نعرف. هو ده بالظبط نفس الحدث اللي موجود في مصر، ان احنا معذرة ما كناش نعرف ان في مزرعة فيها الأسلحة وفيها التدريب وفيها الكلام ده كله، لأننا احنا حقيقة يعني ما عندناش القدرة على السيطرة ولا ان احنا عارفين اللي بيحصل حوالينا. احنا عندنا حاجات عارفينها، ما نقدرش نقول مش عارفينها، بس كل الحاجات اللي احنا عارفينها هي عبارة عن حاجات اه عارفينها بالصدفة. يعني المزرعة دي لولا الأحداث دي ولولا إن في ناس مسكناهم ما كناش عرفنا حاجة عن أي حاجة في أي حتة. وده الخطر الحقيقي اللي احنا واقعين فيه، اللي هو احنا مش عارفين حاجة غير اما بتحصل بنطلع نقول شفتوا يا جماعة احنا كان علينا مؤامرة شكلها عامل ازاي، شفتوا يا جماعة. بالظبط، يعني عمرو اديب استاذ في الحتة دي ويفضل ايه يعني. بس الحقيقة ده معناه ان احنا في كارثة، لان الكارثة اللي احنا جواها ان احنا في حاجات كتير ما نعرفهاش، عندنا تفاصيل كتير ما نعرفش حاجة عنها، عندنا احداث كتير بتحصل عادية بنشوفها كل يوم مع انها هي علامات لحاجات تانية. ده يعني الموضوع بصراحة ده غريب جدا. الموضوع برضو اللي انا قريته وعجبني قوي ان هم قرروا ان هو يبقى مسافة البوابة الالكترونية ليها مسافة محددة بينها وبين الباب بتاع الكنيسة. وده موضوع بصراحة يعني نرفزني قوي، لان مش منطق ان احنا كنا لسه ما اكتشفناش ان البابا الالكترونية لازم يكون فيها مسافة بينها وبين باب الكنيسة. يعني ده معناه ان احنا يعني في المهلبية. في موضوع الامن احنا في المهلبية يعني مهلبية يعني. حاجة تانية، الشهيدة اللي توفت، السيدة اللي كانت من الاحوال المدنية ونازلة تقف خدمات على الكنيسة، نتيجة ان طبعا مش قادرين نلاقي ضباط تشيل كل الخدمات على الكنايس. يعني موتوا الست يا عيني ملهاش ذنب في اي حاجة، كل ذنبها ان هي بتفهم في الاحوال المدنية. يعني مش عشان هي ست يبقى هي دي اللي هتقف تأمن الستات اللي داخلة. يعني ده استهزاء بقى بالعقول والارواح الناس. مش معنى كده ان ست مقصرة، الست عملت اللي عليها ونزلت شافت شغلها، بس المقصر اللي نزلها وحطها في الموقع ده. يعني انت لازم تبقى فاهم كويس قوي قدرات الناس اللي معاك قبل ما تضحي بيهم. وده يعني كان رأيي في الموضوع، ويعني مش عايز اتكلم فيه كتير عشان كل ما نتكلم فيه كل ما احنا هنلف وندور في نفس النقطة ايه اللي بنتكلم فيها. نيجي بقى على البراءة بتاعت الأستاذة آية، والموضوع بعد 3 سنين خدت براءة من موضوع أطفال الشوارع لأنها كانت بتستخدمهم في المظاهرات، لأنها دلوقتي خدت براءة. موضوع يعني ده يعني غريب شوية. يعني طب ماشي، قعدتوا 3 سنين عشان تدوا واحد براءة. طب ما انتوا كده بتأكدوا ان القضاء المصري مش قضاء عادل، وبتأكدوا برضو ان هو قضاء عادل. يعني اتنين في واحد. في لحظة بتأكدوا انه القضاء عادل انه في الاخر حكم حكم مظبوط، وان هو طلع حكم ان الناس دي بريئة وانها كانت ممكن تبقى مش بريئة. فده معناه برضو
ان برضه القضاء بتاعنا اللي حكم عليها في الاول ما كانش مظبوط. تمام. وان التقاضي ده كله وفي النهايه نوصل للنقطه دي وانها تاخد براءه، في يبقى هي زي ما قلت فيها حاجات ايجابيه، ان في قضاء ومفيش قضاء يعني، وهي قضاء وقدر بقى يعني. هو كده اللي احنا وصلنا له دلوقتي، القضاء والقدر. يعني موضوع شكله غريب، وما ابتداش يبقى ما بقتش تاخد البراءة تطلع، والا اما الحديث جه في التلفزيون ومع فوكس نيوز وأثارت هذا النقطة، واخد بالك. انا شايف يا جماعة ان احنا مفيش منطق ان احنا نفضل حابسين ناس. المنطق ان الناس دي لازم تكشف كل حاجة وراهم وتعرف كل حاجة عنهم، ولازم نبتدي نتكلم في موضوع الفكر. ما هو انا الفكر كل ما هحبس الفكر هيبقى متطرف اكتر. كل ما هطلعه بره، تمام، لازم اطلعه للمجتمع وابقى حاطط عيني عليه وشايفه. زي بالظبط كده ما انا شايف حاجات كتير اشوفه ده كمان. يعني الشباب اللي محطوط جوه السجن ده ملوش اي تلاتة لازمة، بنضيع في عمره، بنضيع. الناس اللي انا قريت معاهم ان هم محبوسين اعمارهم يعني كلها صغيرة. تخيلوا دول هيطلعوا يعملوا ايه في المجتمع بعد كده. كل اللي هيعملوه ان هم هيبقوا ناقمين على مجتمعنا. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، هو ده اللي احنا عايزين نشوفه. الحل الفكر بالفكر يا جماعة، مش هينفع الفكر بالحبس. الحبس ما بيحلش حاجة. تمام. و ده رأيي، يعني ممكن اكون غلط ممكن اكون صح، بس يعني اتمنى ان الموضوع بتاع المزرعة ده اللي قاعدين عاملين منه مسرحية كده هزلية، يعني بدل ما نفضح نفسنا اكتر من كده، نقول يا جماعة احنا قصرنا وعندنا تأثير امني وما عندناش معلومات والمعلومات بتجيلنا بالصدفة لغاية دلوقتي والناس بتوع بنجيب ناس جايبهم من على الحدود، واخد بالك، كلهم بيهربوا. حاجة غريبة يعني، حاجات تحس ان انت بيوريك ان انت بلد قوي 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 وبتمسك حاجات جامده قوي، وفي نفس الوقت بيوريك ان هي ضعيفه جدا 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 ومخترقه لاقصى درجه ومنهكه لاقصى درجه. وده نتيجه ان المنظومه نفسها الشغاله الامنيه يعني مش قادره تواكب الاحداث اللي موجوده والظروف اللي موجوده. وبصراحه زي ما قلت قبل كده اننا هنفضل نعلق الشماعه عليها، نبقى احنا غلطانين. في مواضيع كتير جدا الشرطة بتحاسب على مشاربها زي المسيحيين كده، هم ملهمش ذنب قوي فيها. شكرا. شريف المصري من برنامج بحبك يا بلادي بحبك يا بلادي. شكرا.